يعني مش عارفه اقول له اكتر من كده. الله اكبر ما شاء الله، بجد شغل رهيب ما شاء الله. الله اكبر. معانا الفنانه الجميله، ما مش هقعد اتكلم كتير عشان نتفرج على شغلها، يسرا ممدوح. ازيك يا يسرا؟ الحمد لله يا رب تمام الحمد لله. شغلك ما شاء الله بجد، يعني حاجه فوق الوصف، حاجه جميله جدا. تسلمي انت. بتعملي ايه بقى؟ احكي لنا. هو ده بيبقى ريزن، اللي هو الايبوكسي ريزن. ده بتبقى ماده عباره عن جزئين، واحد بنحط منه الماده اللي انا بستخدمها دي بتبقى باخد منها 3 اجزاء، وفي بقى مصلب باخد منه جزء واحد، وبخلطهم بقى بطريقه معينه والونهم واصبهم برضو 3 لواحد. ده اللي انا في انواع، في نوع مثلا 2 لواحد صح؟ في حاجات انا لازم اتعلم بقى. تعلميني. انا جبت انا ريزن ولسه كنت بقول فكره فاتت ان انا اشتغلت، بس دخلت على النت لقيته بيقول لي 2 لواحد، وبعدين قعد بقى كتير مش راضي ينشف ايوه طبعا الدنيا لخبطت معايا. نتفرج على شغلها، وبشكر استاذ عمرو زوجها الكريم، لانه طبعا انا كمان بشكره بصراحه. كلنا لازم نشكره بصراحه، تعب يعني. واكيد هو طبعا هو كان بيدعمك ماديا في الاول جدا ومعنويا وكل حاجه. ده كفايه اصلا اللي انت عاملاه له في البيت، اكيد بتعملي ورشه. بوظت الصراحه. وطبعا الصاحي النهارده بقى معاكي وجاي من بدري. ايوه. وشايل. بصوا بقى اتفرجوا على الحاجات الحلوه دي. ربنا يخليكي انت احلى والله. الريزن بقى ايه ميزته؟ يعني هو ميزته طبعا ان هو بيبقى بيدي لمعان زي الازاز، لكن هو ما بيتكسرش. ضد الخدش مثلا، يستخدمه يتغسل عادي. بالظبط، ويتغسل عادي طبعا، وبيستحمل الحراره جدا. انتوا هنا صح؟ دي معلش اعملها لكم قدام عشان تبقوا شايفين اللمعه اللي فيها دي. بص انا بعشق البحر بقى، ففي حاجات كتير. ده رمل ده ولا ده رمل حقيقي، كنت جايباه من على البحر. وحطيت عليه غيره ولزقته، وبعدين بقى حطيت عليه صبيتي الريزن. بالظبط. تحفه. بصوا استنى اوريكم حاجه حلوه قوي. بصوا انا هوريكم كمان، ده كاتبه لنا عليه حاجه. ده هديه فابريكا حبيبي. الله. اتعلمت والله من عندكم حاجات كتير جدا والله العظيم، يعني تسلمي. عارفه احلى حاجه اقري اهداء لاحلى برنامج تعليم الفنون، برنامجي المفضل فابريكا. الله تسلمي. تحفه 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 تحفه. شكرا ليكي. تسلمي. بصوا بقى كمان الصينيه الفظيعه. بصوا ده كمان هي نفس الفكره بتاعت التجربه دي. انت بتجيبي دول منين بقى اصلا؟ ده برده من عند النجار، بس ده خشب زان، يعني ده خصوصا كنت موصيه عليه ان هو يبقى خشب زان مش MDF، عشان يقدر يعملوا كيرف كده حلو قوي. وفي سمك. حاجه بتتكلف برضه، يعني انا بتهيألي ان شغلك اصلا بيتكلف، لان انت بتشتغلي حاجه كمان مش ماتيريالز، يعني ايه ما بتسترخصيش يعني. ما هي فعلا دي المشكله. هنشتغل حالا حالا حالا. اخر حاجه هعرضها لكم عشان مش قادره يعني ما اعرضهاش، وبعدين نشتغل. اهو بصوا جمالها. انا بس عايزه اوريكم لمعتها اهي فظيعه، بدرج بقى كمان اهو عشان ايه تحط فيه الشاي بقى. يلا هي عامله كمان بوكس تاني. انا هوسع لك المجال بقى هنا كده. اشتغلي. حاضر. اتفضلي. هو احنا بنحتاج الماده طبعا الايبوكسي، بيكونوا بيجي برطمان كبير وواحد صغير. مش هنقول لكم اسم الشركه غير لما على الصفحه لو تواصلوا معاها، لكن احنا مش هنقدر نقول اسم الشركه هنا في البرنامج. وبحتاج اي ولاعه علشان نشيل منها البابلز اللي بتتكون، وميزان علشان اتاكد ان الحاجه اللي هشتغل عليها تكون موزونه، لان هو بيبقى سائل، فلو كانت فيها ميل شويه هيدلق كله على جنب. وحاجه بقى اقلب بيها. الالوان بتيجي من الناس اللي بيبيعوا الصبغات في العتبه، او اونلاين برضو، في يعني في ناس بتبيع حاجات دي اونلاين. انا جبت اللون ب 25 جنيه، غالي ولا رخيص؟ قد ايه كميته؟ قد ايه يعني زي ده كده؟ ممكن لا اكبر ازيد شويه. ازيد شويه يبقى كويس. ممكن مش عارفه. هو ده انا بصراحه جايباه من بره، اخويا ربنا يخليه لي جابوه من بره علشان انا مش بلاقي العيله كلها. لا عشان الريزن. ايوه، واخواتي طبعا هم اللي بيشتروا في الاخر. بالظبط. خلينا عشان بس الاسامي اهو. طبعا. انا بقى عايرت. هو انا المفروض باخد مقاس الصينيه اللي انا عايزه اعملها، وعلى الويب سايت وهو بيطلع لي انا محتاج كميه ريزن قد ايه. ده موضوع تكنولوجيا. انا بالبركه كده. ايوه انا قعدت بالبركه كتير، وبعدين الاقي قليل قوي او زياده كتير وخد مني ورميته. بالظبط. فقعدت ادور كتير لحد ما عرفت بقى. فانا دي صينيتي 30 سم، فلما حطيت لقيت ان هي هيطلع لي 160 مللي، فحطيت 120 من الكبير و40 من المصلب، وطبعا بقعد اقلبه كويس. انا هنا عملت يعني 3 لواحد. 3 لواحد. وعندك البوكسي نفس الماده نفسها 60 على الميزان مثلا، بقول ايه رقم، فهتقومي مزوده لما يبقى 90 مثلا. ايوه 30 من المصلب. لا انا قلت كده صح؟ انا بقول غلط كده. لا يبقى تحطي لحد 80. 60 يبقى 80. يبقى كده 3 لواحد. بالظبط. ويوصل 80 يبقى انا كده صح. ايوه مظبوط كده. وبقلب بقى كويس قوي لحد ما يبقى عامل زي الميه كده. لازم نفسي في الحساب خالص. وانا برضو ما رضيتش اعمل كده، وجهزت حسابات ما اكون عارفاها. انا اصلا صيدله، في الحسابات شاطره جدا. الصيدله انت بتعملي ده صيدله خالص اهو. بصي. ايوه بالظبط. لازم في المعمل. ايوه فعلا. بحط بقى اللون اهو.
اعملي لنا النهارده حاجه بسيطه قوي عشان ايه خلي بالك برضه اللي مبتدئين اللي زي حالاتي كده. لا هي دي بسيطه، ما تصعبيش عليهم الموضوع. لا هي انا اخترت 3 الوان. هو ده المفروض ان هو كان يبقى زيتي بس هو طلع رمادي مش مشكله. حلو سيلفر كده على فكره. بالظبط. انا جايبه الذهبي واخضر. انا هفتح لك بقى التاني عشان الوقت بالظبط. انا كنت ببقى برضو جبت اشتريتهم ولسه ما كنتش عارفه استخدمهم ازاي. يعني مش عارفه احنا لقيتك انت بتحطي هو على ال خدي حطي بتحطي على الريزن على طول. ممكن احطه الاول يعني في او لما ممكن احطه كده وبعدين اقوم دلقه الريزن عليه شكل. لا لازم ادوب. في طريقه انه يتدوب في الهاردنر المصلب الاول وبعد كده اللون يتدوب في المصلب الاول وبعد كده يتحط بقى عليه كميه الريزن الاساسي. شيلهم خالص. انا بس عايزه ابعد كده عشان نشوف. اوكي ممكن معلش تقلبي دي. بياخد وقت قد ايه على بال ما بينشف بقى؟ هي الماده يعني النوع اللي انا بجيبه ده بياخد وقت شويه وفي الشتاء بياخد وقت اطول يعني بياخد 24 ساعه. لكن في الصيف ممكن ينشف بعد 12 ساعه او اقل. وفي مواد في انواع تانية بتاخد اوقات اقل كتير ممكن تاخد ساعتين مثلا. في طريقه في التقليب معينه عشان ما يكونش بابلز ولا كده لازم يكون؟ هو هيكون وانا هنشيلها بقى بالنار دي. بالولاعه بالظبط كده. خلاص اهو انا كمان قلبته لك اهو. اي حاجه اودي دي فين هنا كده عشان هو طبعا هو مش بيدوب في الميه بيلزق يعني. وحش قوي. بينضف بايه بقى؟ بالظبط. استنى ثانيه واحده. فين الكوبايه دي؟ معلش انا عايزه بس الناس تبقى معانا. يلا تمام. هو ينفع؟ ايوه لطفي. بصوا بقى هي ايه ده في تكنيك معين ولا عشوائي؟ لا عشوائي براحتك بقى زي ما انت عايزه. واحنا دلوقتي لما نعملها بالسشوار هنعمل لهم ميكس مع بعض. اوكي تمام. برضه باي سيكونس بقى الوان كل واحد وذوقه. ترتيب جميل قوي. بس بقى مشكلته عك بقى. بالظبط. عملته في البيت لسه جايباه وعاملاه والدنيا لزقت بقى وايديا لزقت والارض وقع عليها. ولو جه على هدوم خلاص كده شكرا. فلازم اصلا اولا يبقى عندك لبس معين بتاع العك ده. طبعا. وبعدين غير كده مكان معين. ايوه صح. انا بشتغل في الصاله فمش عايزه اقول لك السجاد اخبار السجاد ايه؟ هو بيمشي ورا يعني يقول لي في حته هنا ورا صح. المشكله كمان بقى ان هو لو اتعرض في نشفان والمكان مطرب لازم تتشال يلقط بقى على طول التراب اللي في الجو. لازم وانتي صح وانتي بتسيبيه عشان ينشف. هو لازم يتغطى يتغطى وهو بينشف بكرتونه او بحاجه يعني ما تلمسوش. علشان ما يجيش عليه اي حاجه. انا خلاص هخلص بسرعه وهعمله بقى في موقع بتقولي برضه هنكتبه لهم اكتبه تحت الفقره في اول كومنت انه اكتب مقاسات الحاجه اللي عندي. وهو يطلع لي على الاقل يعني لو واحد عايز يزود تاني مش استني خليكي زي ما انت. جربي انت كده. لا هو مفتوح. خليكم انتوا معايا بقى مالكوش دعوه بيا بقى. ممكن نعمل ما فتحش برضو ازاي ده يا جماعه؟ ممكن يكون هو فيه مشكله بقى بس مثلا دي مش محطوطه اصلا من هناك. طبعا ايه ده بقى حسب ما اعرفش سامعيني ولا لا. سامعيني؟ انت بتمشيه بشكل عشوائي زي ما انت عايزه بقى. بالظبط. ما انا عامله الفراغات. ما انا كنت هقول لك انا عامله الفراغات انا بس عشان تعرفي تتكلمي. لا عادي بالعكس اعملي اللي انت عايزاه. انا اهم حاجه الشغل مش الكلام. ولو حد مش عايز برضو يعمل كده ممكن لو يعني في ناس تحب ان تقسيمه الالوان تبقى واضحه بس هو ده كده بيخليها انها تقولي ما ينفعش نرفعها. نرفعها مين؟ لا دي هتتقلب طبعا. وده علشان البابلز. احنا ممكن نقلبها اصلا. ايوه نعملها كده علشان الفراغات دي تتملي كلها او في الشتاء ده مثلا لو ممكن تاخد لها يومين 3 عشان نضمن انها لا مش الدرجه بس هي يعني يوم كافي قوي. ممكن 12 ساعه بس مش مضمون قوي في الشتاء. لازم اسيبها 24 ساعه يعني علشان اضمن ان هي تبقى كويس. وكل شويه ابص عليها ممكن تطلع بابلز تاني. يعني ده الولاعه دي علشان تطلع منها كل البابلز. بالظبط كده. روعه. ربنا يخليكي انت احلى يا بابا والله انا بحبك جدا. لا ده انا مش عايزه اقول لك انا مبسوطه. ده انا هاخد رقمك اصلا بقى وافضل حياتي طبعا. الولاعه بتعمل ايه؟ هنكتب ازاي؟ كتابه عايز تكتب عليها يعني ازاي؟ لو عايز تبقى عليها كتابه زي فابريكا دي بقى بلزق الورقه الاول. دي ورقه مطبوعه. بالظبط زي انا عاملاها على ورق كلك
فهو مش باين يعني شفاف. وبعد كده بس حطيت بقى حتى ما تبقى شفافه. لا مش حاطه، هو مدي الايفكت ده. لا مش فاهماني دلوقتي انت عملتي الاول. صح، ايوه فهمت صح. لو انت الاول وبعدين حطيتي ورقه شفافه كالك مكتوب عليها فابريكا عشان ما يبان من تحتها الالوان عادي. تمام. صبيتي ريزن شفاف. لا انا حطيت فابريكا عادي على الدهان الابيض اللي انا كنت دهناه، وبعد كده حطيت طبقه شفافه انا عند فابريكا من الريزن علشان ما يجيش تخش عليها لون، وبعد كده حطيت من تحت طبقه من تحت طبقه بني وفوق في وشي. اي خدمه يا لطفي. هل يعني هيعمل لطفي المصور جميل بتاعنا بيسال. هي بتتعمل منها ترابيزات وحاجات حلوه قوي، بس صراحه انا لسه ما اتعلمتش الموضوع ده. داخلين في سنتين بتفرج على البرنامج، عملت حاجه من اي حاجه من عملناها هنا؟ اشمعنى دي اللي بتسال عليها؟ بس المفروض نفضل نعمل كده بقى لحد ما هي تبابلز. بس ما نثبتش على مكان واحد لان هي ممكن يتحرق او حاجه. بصي يعني برضو من احلى الفقرات في الحياه اللي جت البرنامج، اولا لانه الفكره بسيطه، هي صحيح غلبه شويه وعك بتاع، بس الفكره بسيطه يعني لو اتقنتيها يعني خلاص. وفي نفس الوقت كمان النتيجه مبهره وما خدتش وقت خالص في العمل. أيوة من اسرع الفقرات اللي اتعملت. الحمد لله. ميرسي. ملزقه ولا يهمك والله لازم بسلم عليها. ايوه انا اصلا بحب جميله قوي. جميله اجمل زهره. يا رب تكونوا استفدتوا زي ما انا استفدت كده. انا هزهقها هقعد شويه اكلمها اقول لها الشرف. عاجبني الموضوع. لا هو جميل قوي بصراحه.